السلام عليكم. إخواني، كل العرب وكل عربي في الغربة والجزائري بالأخص ولاد بلادي. قررت من تاريخ اليوم أني إن شاء الله راح ندير بروجرام على اللايف دائما كل يوم ولا يوم بعد يوم إن شاء الله، يتمثل في الموضة والأناقة والوسامة، لأنه الجمال جمال الروح. كيف تبرز روحك وشخصيتك وكيفاش تكون ممثل، كيفاش تكون كي تكون عصبي تكون حلو، وكي تكون حلو تكون مقبول، وكيف تكون خليفة الظل على زوجتك، على خطيبتك، على أصحابك، وكيفاش تلبس وقت العرس، وقت الخطوبة، وقت العمل، وقت العزيمة، وقت العرضية. اليوم نبلجوا باللبس، نبلجوا بالدو يعني بالرجال، كيفاش تلبس وكيفاش تكون انيق وكيفاش تكون اتيرون. اول شيء اول حاجه كيفاش نلبسوا لبس رسمي. نجيب اللبس الرسمي ونشوفوا مع بعضنا كيفاش يكون اللبس الرسمي. دقيقه نجي. اوكي، بسم الله. يا اخواني الكرام، الواحد يقول لي ندير رحابه ونديكم اغنيه شاويه، هذا وتلفزيون ما فيش ماهوش ميكرو بورطابل. كون جا ميكرو بورطابل ندير لكم الاغنيه الشاويه، ولا ما فيش. كي نحل الميكرو بورطابل ندير لكم الاغنيه الشاويه. دوك ركزوا معنا واش على اللبس. اللبس كيفاش يكون الراجل نهار عرسو يكون كلاس، كي يكون في عرسو اللي يشوفوا يقول ما شاء الله. مش قضيه جمال ووسامه، لانه قلت لك جمال جمال الروح. بكل الطرق تقدر تكون اتيرون، تخلي الناس الكل تشوف معاك. اول حاجه لبسوها اليوم، مع كل احترامات احنا ناحيه الخمجه، ولا كيفاش تلبسوا، ما تقولوش تعلقوا تقولوا راك عريت روحك ولا باسكو راهي في فايدتكم. وركزوا معايا مليح مليح. اول حاجه لازم نعرفوا نلبسوا القميص. القميص اول حاجه نعرفوا نلبسوه. القميص مستحسن يكون اللون تاعو يخرج على اللون تاع البشره تاعك، هذه اول حاجه. مثلا انا دائما نحب اللون الازرق الفاتح، خاطرش يلائم لون البشره تاعي. اوكي، هذا اول شيء. القميص اول شيء تقفلوا لهنا، باسكو هذا قلت لك اليوم اللبس ان شاء الله تاع الخطوبه ولبس عرس لكل شاب جزائري. لبس كيفاش يكون لبس الخطوبه ولبس العرس. ونعطيكم حتى كيفاش المشطه تاع الشعر كيفاش تكون. اول شيء لبسنا القميص، راك تشوفوا فيا لبسنا القميص. ثاني شيء من الاحسن انه اللي عنده جيلي يشري جيلي، لان تكون كلاس. بالاخص العريس ولا الخطيب يحس بالحراره ويسخن في، راك تعرف الستريس والضغوطات. كي ينحي لافيست، يبقى الجيلي يكوفري له القميص، وما يخليش يبان لك التكسيرات ها. يلبس الجيلي بصح ما يسكرهاش، لانه قبل ما يسكرها لازم يلبس كرافات. عندك الكرافات فيها زوج طرق، فيها الكلاسيكي والمودرن، حسب انت واش تحب. هاي كرافات
طلع الكول ديما طلع الكول قبل ما دير الكرافات. الكرافات تحب ديرها قصيره ولا طويله حسب واش تحب انت. عندك قلت لك الكلاسيكيه، عندك الكلاسيكيه كيف دير اللفه الاولى ومن بعد تدخلها، راك تبعوني مليح، تدخلها تزيد اللفه الثالثه تدخلها للداخل، تدخلها منها تجيبها لبرا، تزيد اللفه الثالثه، هاي اللفه الثالثه تجي كومبلي كامل، ومن بعد تدخلها في وسطها، في وسط اللفه الثالثه. هاي تشوفوا معايا سي بون، تجبد شويه ها، بعد تدخل بالكروشي الكرافات تاعك. اصبر تشوف فوالا. من بعد واش عندك بعد ترجع الكول، فوالا رجع الكول. الجاكيت تقفلها فوق الكرافات، فوالا احنا سكرناها فوق الكرافات. نروحو لافيست، لافيست نلبسو لافيست تاعنا. من الأحسن يكون اللون متناسق، ما تبداش تلبزو في الالوان. الاحسن يكون مثلا ازرق بارد مع ازرق غامق يكون مثلا ازرق بارد يكون مع الاسود شويه، لانه احسن شيء كلاسيك يكون الابيض مع الاسود. الجاكيت تكون سوداء. الان كي نلبسو شوفوا جيلي زرقاء غامق، القميص ازرق بارد، الجاكيت ما بين الغامق والبارد، تكون اللبس يكون كيما نقولوا متناسق، وتكون انيق، وبالعكس تعطي نظره مليحه، وتكون مبسوط في عرسك وفي خطوبتك، وتكون فرحان، والناس بالعكس تحكي عليك بالمليحه ويقولوا كان انيق وكان كثير وسيم، كان وسيم جدا، تعرف يكون كان مليح وشباب. من بعد واش نديروا الفيستا، كي تكون واقف الفيستا تسكر الفوقانيه، تسكر القفله الفوقانيه برك، ما تسكرش التحتانيه. كي تكون قاعد تنحى كامل تتحل كامل. هذا هو قانون اللبس الكلاسيكي. This is what we do when we wear suits or not casual. It's just suits, and be careful. Just close the up one here, and when you see it, open the first button. Voilà. ذكا سكرناها. الشيء الثاني بوك سكوير، المنديل يجي هنا، مش منديل تاع الخشم ما تغلطوش، يتحط لهنا. فوالا المنديل يجي هنا. دوكا نجيب نمشط شعري قدامكم. كاين اللي مشط بيدو وكاين اللي مشط بلا بروس. انا بيدي، انا ديما نستعمل يدي في المشط، لانه تبع خطوبه ولا عرس مليح تكون كلاسيكي، تكون سامبل خلاص. احسن شيء تكون كلاسيكي. نجيب شويه، عندي واحد البرودوي نجيب نعرف كيفاش ديرو. عندي برودوي، هذا برودوي ماهوش جال، هذا الشمع اللي يخصو الجزائر نبعث له. واحسن حلقه للشعر هو الشعر الكلاسيكي، ما كاين لا هذيك
قزعيه، يقولوا قزعيه هذيك، هذيك كيما نقولوا اسمه فيست ستايل. احسن شيء كلاسيكي، يخلي شعرك متناسق، نحت شويه من هنا شويه برك وفوق، ديما يكون كلاسيكي. على الاقل كي تلبس كاجوال تغيرو، كي تلبس كلاسيكي تغيرو. دركا واش هو درك الحمد لله فوالا. تكون انيق في عرسك كيفاش كنت على الاول كيفاش وليت دركا. شيء بسيط جدا، ما يسحقش دراهم كبيره، ومش قضيه الاموال كبيره. المهم تكون انت انيق ويكون قلبك مليح، وان شاء الله كل شيء مبروك لكل عريس وكل كل عروسه، وان شاء الله بالفرحه والذريه صالحه ان شاء الله. عندك القميص، عندك القميص ديما يخرج على الجاكيت، على السوتس، على الكوستيم، ما تخليش الداخل، لازم يبان قفله. فوالا. اخر شيء ما تنساش هو الاحسن كيما مثلا تقدر ديرها زرقاء زي لون القميص او بيضاء باش تعطي نقاء القلب. انا مثلا واحد يقول باللي البياض هو بنقاء. واش تاع نقول لكم. المهم بقات حاجه واحده زنعت لكم راحت. خلاص ان شاء الله الحصه تاع اليوم اول حصه ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بها، وان شاء الله تكون عجبتكم بزاف. and thank you so much وتحيه للجزائر وبلاد المليون سوري شهيد. وان شاء الله ديما نكون في الحصه الجديده تاعي هذه، الحصه اللي يسموها كيف تكون لا كلاس. محمد رغيس.